السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دي يمكن أول مرة أطلع لايف، فهستنى شوية بس لما يبقى في حد عشان أتأكد بس المايك شغال أو لأ. مش عارف هل في حد موجود ولا مفيش حد موجود. طيب لو في حد موجود بس يكتب لي كومنت كده يقول لي الصوت واضح ولا لأ. شايف ان في فيوز بس مفيش حد بيقول الصوت شغال ولا لأ. مساء الورد. ماشي. طيب انا صوتي واضح. محتاج بس اتاكد من البوينت دي عشان ابدا اتكلم. متشكر جدا لحضرتك، متشكر ليكي جدا، ده نورك. طيب انا يعني مش عايز اطول، انا عايز اتكلم سريعا كده عن سمر نديم. يمكن في ناس كتيرة جدا عندي على السوشيال ميديا، الناس دي ما تعرفش ان سمر نديم اختي. اختي يعني اختي فعليا، اختي بنت امي وابويا. انا والله يعني طالع اتكلم علشان اقول ان سمر نديم تستحق كل خير. مش عارف ليه الناس في هجوم غريب. ربنا يبارك لكم والله، يعني اي حد بيقول لي اي كومنت لطيف ربنا يكرمكم. انا دي يمكن اول مره زي ما قلت اطلع لايف، بس انا طالع عشان اتكلم عن سمر نديم، طالع اتكلم عن ليه الهجوم ده كله يا جماعه. ليه الناس بتهجم بطريقه بشعه؟ ليه؟ يعني لو حضرتك عايز تنتقد ممكن تنتقد عادي، يعني ممكن تنتقد، بس ننتقد بأدب، ننتقد بذوق، ننتقد يعني بطريقة كويسة. والله مش عاجبك المحتوى ممكن عادي، يعني عادي ممكن تعمل بلوك، ممكن تعمل انفولو، ممكن في مليون طريقة، في مليون طريقة ان حضرتك ما تتابعش سمر نديم، ما تتابعش المحتوى. المحتوى اللي سمر بتقدمه محتوى هادف جدا، محتوى بيتكلم عن الخير، عن طريقة العمل الخيري، بيتكلم عن كل ما هو ليه علاقة بالخير، بر الوالدين. يعني معلش انا اسف، اللي بيتكلم وبيقول والله انت ما بتعمليش ده، وانت بتعملي شو، وانت مش عارفة ايه، كل الكلام ده جماعة الدار موجودة. هي بتصور كل حاجة من بداية ما بدأت المشوار فعل الخير أو عمل الخير، هي بتصور كل حاجة. مفيش حاجة سمر ما بتصورهاش. يعني يمكن أنا شاهد على كل حاجة من خلف كده الكاميرات، ومن خلف الكواليس، ومن خلف كل حاجة. سمر دخلت المجال ده مش بإيديها، سمر دخلت المجال ده من طريق الصدفة. تمام. ولما ربنا حطها في الطريق ده هي اختارت ان هي تكمل، وقالت يعني مفيش احسن من طريق اللي يحطه قدامك ربنا. تمام. سمر بدأت يمكن من 10 سنين، بدأت على يعني من قبل السوشيال ميديا، ومن قبل ما يظهر الناس اللي بتتكلم دلوقتي، ومن قبل ما الناس ما تشوف سمر عملت ايه ومشيت ازاي وراحت فين وجت منين. يا جماعة معلش انا اسف، سمر بتعمل شغل، انا اسف اللي هقوله، مفيش يعني 100 راجل في بعض ما يقدروش يعملوه، مش تقليلا من حد والله، بس سمر فعليا اقسم بالله بتنزل كل يوم كل يوم يوميا من صباحيه ربنا. سمر في رقبتها ناس متعلقين، اذا كان ال 35 نزيله او 35 سيده اللي موجودين في الدار، او الناس اللي شغاله اوريدي في الدار، او اوريدي يعني هنقول، يعني خليني اقول بعيدا عن الناس دي، سمر لو جالها تليفون بالليل متاخر الساعه 4 الفجر في حاله، وفي حاله صعبه، وتكلمني في التليفون تقول لي انا هنزل هجيب، طب سايبه عيالي وسايبه دنيتي وسايبه كل حاجه، ومحمد معاها جوزها برضو ربنا يكرمه، هو شريك في الرحله من البدايه، بينزلوا ويجروا ويسافروا هنا ويروحوا هنا ويروحوا هنا. طب هي عايد عليها بايه من كل ده؟ عايد عليها بايه؟ الناس تطلع تتكلم وتقول لك لا والله اصل ده شو. يا فندم والله ده شو ايه؟ هي معلش انا اسف، هي بتقدم محتوى، هو المحتوى محتوى عن عمل الخير.
لما تصور في الدار ولا تصور في الشارع ولا تصور هي بتنقذ حاله، هي بتوثق اللحظات دي، لازم توثق اللحظات دي. لو ما كانتش توثق اللحظات دي، النهارده كان اي كلام هيتقال هيهزها. انا النهارده بقول لها يا سمر ما تتهزيش، اللي معاه ربنا يعني ما يخافش من اي حاجه. انت ماشيه في طريق الخير وماشيه في طريق عمل الخير وماشيه، انت مش ماشيه، انت بتجري. والله انا عارف، بشوف بتنزلي بتروحي في مليون الف اتجاه، تمام، عايزه تبني الارض وعايزه تحافظي على سيدات الدار. وفي اللي بيجي يقول لا والله انا عايز استلم الحاله، وبعد ما يستلم اهله يرجع يرميهم في الشارع. احنا كفايه اصلا في الدار ان احنا فاتحين للناس ان هم يجوا يزوروا اهاليهم. يا جماعه والله هو لو حد ليه حد عزيز عليه، تمام، وكان في الشارع وسمر عرفتك طريقه، ممكن تستلمه عادي، احنا مش ضد ده، تمام، بس بالادب وبالذوق وبالاخلاق. لما حضرتك تطلع تجرح وتقول سمر نديم وبتاع، يا سمر نديم دي ملهاش اسره، ملهاش اطفال، ملهاش اولاد، ملهاش اب، ملهاش ام، ملهاش اخ، ملهاش قرايب. ليه؟ ايه لازمته الكلام؟ يعني ليه لما حضرتك تتكلم اطلع انتقد نقد بناء، اطلع اتكلم قول والله انا عن نفسي شخص عادي جدا في حياتي، تمام، لما حد يجي يقول لي والله انت فيك مشكله او انت عندك حاجه معينه المفروض ان انت تشتغل عليها، تمام، ينتقدني نقد بناء، ساعتها هسمع منه. لكن لما حضرتك تيجي تقول لي ده كذا وكذا 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 والفاظ ودنيا وحاجات خارجه ومره اخبار اشاعات يعني كلها حاجات كاذبه وحاجات مش حقيقيه، ليه؟ يعني انت مستفيد ايه؟ النهارده انت تقبل على نفسك ان حد يطلع يتكلم عليك او اولادك يشوفوك بالمنظر ده؟ هل حضرتك عارف كم المعاناه او كم الكلام السلبي ده بيأثر في الناس ازاي؟ لما حد يقول لك كلمه تجرحك، تمام، انت بتقدر تنام بالليل؟ لما حد يتخانق معاك حتى لو خناقه عاديه، تمام، وانت مظلوم، هل انت بتقدر تنام بالليل؟ يعني تقدر تحط دماغك على المخده كده وترتاح وتحس ان انت امورك تمام ودنيتك ماشيه كويس؟ اكيد لا، مستحيل. بس في الاخر في ربنا. الناس اللي ناسيه او ان هي معتقده ان هي تفعل ما تحلو لها على السوشيال ميديا وداخلين بقلب جامد قوي، ويعمل فيديوهات ويجيب صوره سمر، كل واحد عايز يطلع ترند، وكل واحد عايز ياخد الريتش، وكل واحد عايز يتكلم عن الاحداث اللي بتحصل، وكل واحد عايز ياخد اللقطه وهوب، تمام، خد اللقطه، خد اعمل اللي انت عايزه، بس اتكلم بادب، اتكلم بطريقه تناسب حتى المجتمع اللي انت بتناشده. لكن افتراءات وكلام، يعني انا اسف، حتى الكومنتس حتى نفسها بتبقى بشكل سلبي. مش عارف ايه اللي جاب لحضرتك انك قاعد عندي في الصفحه، ايه اللي مقعدك عندي، ايه اللي مقعدك تشوف محتوايا؟ مش عاجبك محتوى الدار، مش عاجبك المحتوى الخيري، مش عاجبك ان هي ست بتعمل كتب وبتنشر الكتب بتاعتها، مش عاجبك ان هي ست بمليون راجل، مش ب 100 راجل، ماشيه يعني على الصراط المستقيم، تمام، ماشيه كده اتجاهها واضح وصريح، هدفها واضح وصريح، تمام، عملت كل اللي تقدر عليه. يعني سمر من البدايه، يمكن اللي ما يعرفش سمر، تمام، ممكن يدخل على البيج ويرجع زمان هيلاقي البوستات من 2018. سمر كانت بتنزل تروح دور، تمام، تشترك في حفلات وتشترك في انشطه وتشترك في وتتبرع من جيبها، وتيجي والله على جروب واتساب يا جماعه في مثلا في كذا، في حاله عايزين ان احنا نلم من بعض عشان خاطر نتجه في العمل الخير، في شقه ما اعرفش عندهم السباكه بايظه عايزين ان احنا نصلحها. كل ده عمل خير، كل ده عمل خير. بس في الاخر هي بدات، تمام، وكان عندها رؤيه، وفي بعض الناس من الجهات، تمام، اتكلمت وقالت لها يا سمر طب طالما انت بتعملي ده وبتنزلي تجيبي حالات من الشارع او اتحطيتي في الطريق ده وبقيتي بتنزلي تجيبي حالات وبتوزعيهم على دور تانية، لا، حاولي ان انت تعملي مؤسسه وتفتحي دار، تمام، وتدخلي في المجال ده. فهي فعلا دخلت عملت ده ومشيت في الطريق ده، تمام، جه من عند ربنا، مشيت وفتحت الدار وراحت وعفرت، والموضوع فيه تفاصيل وفيه كواليس. لو قعدت انا من هنا معاكم اشرح في فيديو عن الكواليس دي كلها ايه اللي حصل فيها، انا حتى ما اقدرش في فيديو واحد اقول لكم سمر بتتعب قد ايه عشان تنزل تنقذ حاله، تسافر تروح مشوار في عز البرد ولا في عز الحر، ايا كان التوقيت ايه، تمام، بتنزل وبتروح، جالها استغاثه ما اعرفش في السنبلاوين تروح، جالها استغاثه في الغردقه تروح، جالها استغاثه ما اعرفش فين تروح. وفي الاخر يا جماعه بدل ما احنا بندعم الخير، مش بقول على سمر بس، انا بتكلم عامه، حضرتك مش عايز تدعم الخير ما تدعموش، مش عايز تتفرج على المحتوى، اي محتوى على السوشيال ميديا مش عاجبك ما تشوفوش. يعني الموضوع سهل، ده تكة زرار، حضرتك مش هتقدر ان انت تمنع، يعني انا اسف، بدل الالفاظ وبدل ما تقعد تتعب نفسك وتكتب ومش عارف ايه وتعمل فيديو وتقول وبتاع، لا عادي، حضرتك ممكن عادي انتقد نقد بناء، اهلا وسهلا بيك. مش عايز تنتقد نقد بناء فبيني وبينك ربنا، بس مش هقول لك اكتر من كده. انت المفروض ان حضرتك مش عاجبك المحتوى، خلاص اخرج ما تتفرجش عليه، ما تشوفوش، ما حدش جابر حد ان هو يشوف المحتوى،
تمام، واللي بيكذب بوجود سمر، واللي بيكذب بالاعمال اللي سمر بتقوم بيها، واللي بيكذب بالدار وبيقول ما اعرفش ايه وايه وايه وكلام كتير جدا ملوش اي لازمه. الدار موجوده، وفي ايام معينه تمام للزيارات. اهلا وسهلا يا جماعه، حضرتكم ممكن تبعت، هتيجي تدخل، هتحط حضرتك بطاقتك، البطاقه بتتسجل عندنا كتسجيل دخول، تمام. واي حد بيجي بصفه غير رسميه او بيتعدى على حدود الدار بناخد قدامه اجراء قانوني، ومن حقنا ان احنا نعمل ده، لان جوه الدار دي في سيدات وفي ناس شغاله وفي ناس وفي مواعيد عمل وفي نظام وفي اليه في ناس بتصحى بنظام وناس بتستحمى وناس بتاكل وناس بتشرب. كل ده بيتعمل بنظام وبتوقيت، تمام. في حذافير وفي قوانين الدار ماشيه عليها، تمام. ما نقدرش ان احنا نقول ان يلا اي حد يجي يخبط يلا افتح ادخل. لا، حضرتك مين عشان تيجي تفتح وتدخل؟ يعني انا اسف. عايز تيجي اهلا وسهلا، حضرتك في مواعيد زي ما قلت، زي ما وضحنا بالزياره، تمام. وبشكل رسمي حضرتك بتدخل الدار وتبص على الناس، عايز تساعد في حاجه، مش عايز تساعد، عايز تيجي تقعد مع الناس ان شاء الله، حتى تقول لهم كلمه كويسه كلمه طيبه، تمام زي الفل. مرحب بيك، تيجي تنورنا على راسنا من فوق. بس بالنسبه للهجوم الشديد اللي على سمر، انا مش شايف اي مبرر للهجوم ده غير ناس عايزه تعلي الريتش بتاعها، ناس عايزه تاخد فولورز زياده، عايزه ما اعرفش ايه الهدف بالظبط من هو يعني، حتى لو زاد له شويه فولورز زياده او اتكلم بطريقه مش كويسه عن شخص معين على السوشيال ميديا، ان هو كده خلاص شاف نفسه ان هو لا مش عارف ايه وانا مش برتاح. مش مهم، ما ترتاحش عادي. يعني هقول ايه، هقول النهارده يعني ربنا سبحانه وتعالى الناس كلها ما اجتمعتش عليه، فعادي جدا ان يبقى في شخص، انا كشخص اكيد كلنا كاشخاص، في ناس كتيره جدا مش بتحبنا، في ناس مش شايفانا ان احنا ناس اسوياء، ما عادي، ايه المشكله؟ ما هي دي البشريه، ده عادي. وفي ناس كتيره جدا. الرساله دي بقى مني لسمر اختي حبيبتي، انا بقول لك ان الحاقدين، تمام، والناس اللي ما بتحبش تشوف النجاح هم اكتر ناس هتحاربك وهيفضلوا يحاربوكي. يعني طول ما انت مكمله في الطريق وطول ما انت بتحققي نجاحات، اعرفي دايما ان انت طول ما انت بتحققي نجاح وليكي هيبقى ليكي اعداء، هيبقى ليكي ناس حاقدين عليك، هيبقى ليكي ناس باصه في كل حاجه انت بتعمليها، ولا واكيد ده فيك واكيد ده مش حقيقي واكيد واكيد واكيد. عادي. انا بقول لك دي رساله مني ليكي انا قدام الناس كلها، انا بقول لك كملي، اللي بيمشي في طريق ربنا تمام ربنا مش بيخلف معاه ميعاد. كملي، وكرم ربنا كبير جدا اقسم بالله. يعني انا شايف ان حتى التكريم اللي جالك من دوله الامارات، تمام، ده كان تكريم، يعني كانت حاجه عظيمه جدا. انا بالنسبه لي فخر، اقسم بالله شيء يدعي الفخر. انا بالنسبه لي شايف ان دوله زي الامارات، وانت ما جريتيش ورا حاجه، الموضوع جالك لحد عندك، انت جيتي لقيتي صناع الامل بيكلموكي عايزين نصور معاكي، عايزين ان احنا نتكلم معاكي، شافوا العمل جم زاروكي وشافوا كل حاجه على ارض الواقع، شافوا الورق وشافوا النزله وشافوا كل حاجه، تمام، وحبوا ان هم يكرموكي، تمام. التكريم بالنسبه لي الحقيقي اللي هو الدرع اللي احنا اخدناه او الدرع اللي انت اخدتيه، تمام، اوريدي اللي هو بتاع صناع عمل، يعني دي تكفي. وحضرتك يعني اللي بيتكلم برضو على التكريم، انت حضرتك قاعد فاضي تتكلم على التكريم ليه؟ هي اصلا التكريم ده هي ما كانتش لوحدها فيه، كل صناع الامل كانوا موجودين، كل صناع الامل على مدار السنين اللي فاتت، ودي مش جايزه احنا اللي اخترعناها، دي جايزه اوريدي موجوده وبقالها سنين اصلا دايره، تمام، وبتيجي والاختيار يعني الموضوع مش سهل اصلا ان هم يختاروا حد، تمام، واي حد طلع كصانع عمل يعني شابوه، برافو عليك اقسم بالله. وانا بقول لسمر اختي من مكاني، اقسم بالله برافو عليكي، انت ست بمليون راجل بتعملي، انا نفسي ما اقدرش اعمل المجهود اللي انت بتعمليه، ربنا شاهد على كلامي. ما فيش يعني، انا ما بشوفش ان في ناس كتيره جدا عندها المقدره دي، او ناس كتير عندها المقدره دي ان هي تصحى تعافر كل يوم وتشوف، ان معلش انا اسف، ناس بتتكلم بطريقه مش كويسه وبتتكلم بطريقه مش كويسه، وانا اصلا اوريدي ما بقدمش حاجه غير الخير، فدي حاجه تحزن. انا معاكي وعارف ان دي حاجه صعبه، بس انا بقول لك والله ما انا عندي لا، احتسبي كل ده عند ربنا، وانا عارف انت بتحتسبي ده كل ده عند ربنا، وربنا هيعوضك خير وهيعوضك اضعاف ما انت بتتمني، وكملي في مشوار الخير زي ما انت، تمام. ويعني دوسي اكتر، دوسي اكتر، يعني دوسي اكتر. والله شايف ما شاء الله في كومنتس كتيره جدا ايجابيه، شايف ناس بتتكلم بطريقه ايجابيه، ناس محترمين وناس على راسنا، وحتى الناس اللي بتتكلم بطريقه سلبيه برضو ناس محترمين وعلى راسنا، احنا ما عندناش مشكله مع حد. احنا اللي بنتكلم فيه في الاخر ان حضرتك عايز انتقد نقد، يعني خلي النقد بتاعك بطريقه كويسه، بطريقه محترمه، تمام، وخليك فاكر دايما ان ربنا مطلع عليك، مش هقول لك اكتر من كده. يعني هتبقى خصيم او خصيمها قدام ربنا يوم القيامه، مش اكتر ولا اقل من كده. افتكر بس رب العالمين وانت قاعد عمال، انت اصلا ما شفتش حاجه بعينك وماشي ورا ناس، او انت ما شفتش حاجه اصلا اوريدي، تمام.
غير معرفش شفت ايه او انت ممكن تكون شفت ايه، بس انا متاكد ان انت ما شفتش الحقيقه، متاكد ان انت ما نزلتش او حاولت حتى تدور على الحقيقه. تمام، فدور على الحقيقه. تمام، وانت تعرف. انت قول لي النهارده حضرتك تقدر تمام تنزل تجيب حد من الشارع قاعد في الشارع، سواء راجل ست طفل، وترعاه؟ ما تقدرش، والله ما تقدر، اقسم بالله ما تقدر. اللي يقدر على كده عايزه ناس شجعان، عايزه ناس يعني من عينة سمر، يعني عايزه ناس من عينة سمر فعلا عشان تقدر تقوم وتحارب وتمشي في الاتجاه ده. فيعني انا والله يعني مش عارف اقول ايه تاني، بس انا تقريبا خلصت كل الكلام. يعني اللي متجوز ومخلف وعنده طفل مجننه والله، او طفلين، او يعني ربنا يعز كل اولادنا ويكرمهم بكل خير. بس انا بقول من واقع خبرتي في الحياه، الحياه صعبه، الحياه مش سهله. فبالك لما تبقى انت اصلا بتحارب في الحياه، تمام، بتحارب عشان خاطر كيانك ودنيتك ومستقبلك واولادك وكل حاجه، تمام، شامله تفاصيل كل حاجه في الدنيا. وكمان بتحارب في جبهه تانية وجبهه اصعب، بتنزل تنقذ سيدات مشردين من الشارع. يعني بجد ده عمل يتعمل له تمثال. يعني شايف ان جايزه قليله؟ لا، انت والله يا سمر ربنا هيكرمك، وقدرك عند ربنا عظيم جدا. مش عشان ال 35 سيده بس، عشان انت بتعملي كل ما هو في طريق الخير. يعني انت كشخص، لو انت حتى ما تعرفش سمر نديم خالص، واتصلت بيها في اي وقت قلت لها انا عندي مشكله، عندي مصيبه، هتلاقيها واقفه في ظهرك. والله العظيم ثلاثه، ده كلام يحسبني عليه ربنا، مش بقول كده علشان هي اختي بس. يعني ربنا يحفظك يا سمر، ربنا يخليكي. انا طالع عامل الفيديو ده مخصوص علشانك. انا عارف ان انت ممكن تكوني مش حابه ده، او مش حابه ان حد يتكلم عليكي، بس انا اخوكي، تمام. فلو انا ما طلعتش اتكلمت في الوقت ده وادافع عنك واتكلم، اللي بيتكلم بالباطل وبيتكلم بعين ما شاء الله، عين مليانه. انا اخوكي، لازم اطلع اتكلم عنك واقول كل اللي في قلبي، تمام. يمكن ما قلتش الكلام ده في وشك قبل كده، او يعني ما جاتش فرصه ان انا اقول لك الكلام ده، بس انت عارفه معزتك عندي في قلبي قد ايه، وعارفه ان انا دايما في ظهرك ودايما واقف معاكي في الصح. ويعني زي ما قلت لك كملي وربنا هيكرمك. وطبعا انا من مكاني لما بنزل الدار والله بشوف مجهود جبار. لما بنزل الدار بشوف مجهود جبار من كل الناس اللي موجودين بتشتغل. وبرضه حابب اوجه لهم رساله شكر، يمكن الناس دول مش بياخدوا شكر كفايه، تمام، غير بس من اللي حواليهم او الناس اللي جوه الدار. فانا برضو من عندي حابب اوجه لكم رساله شكر. انتوا شايلين يعني الدار على كتافكم، شايلين حمل تقيل، شايلين مسؤوليه كبيره جدا. فربنا يكرمكم وربنا يعزكم وربنا يدي يعني يجازيكم على قد اللي انتوا بتعملوه، ويرزقكم بكل خير. وربنا يكرمك يا سمر على كل اللي انت بتعمليه، الخير في اهله وغير اهله. ان شاء الله ربنا هيكرمك وربنا هيعوضك عن كل ما هو صدر من افعال، او يعني اي حد قال اي حاجه. انا بقول لك انسي، امسحي كل الكلام ده، امسحي كل الكلام ده من دماغك، ما تفكريش فيه، والله ما تفكري فيه. دايما لما حد يتكلم هو يعرف ايه اللي بيتكلم، يعني ليه يعرف ايه. احنا على ارض الواقع، احنا بننفذ على ارض الواقع، احنا بنعمل على ارض الواقع. فاحنا مش يعني خليني اقول ان انت يعني التعبير بيتقال بشكل رجالي شويه، اللي هو رجال افعال لا اقوال. فانت فعلا والفريق العمل اللي موجود معاكي كله، يعني كل اللي موجودين فيه، بمحمد زوجك، بكل الناس، والله انتوا سوبر هيروز، انتوا يعني ابطال خارقين اقسم بالله. اتمنى ان انا اكون ما طولتش او طولت يعني. وشكرا على كل الناس اللي دخلت كتبت كلمه كويسه او كتبت كومنت كويس. ربنا يكرمكم ودايما نشوفكم يعني معانا في الخير. وزي ما قلنا احنا الدار مفتوحه لاي حد يقدر يجي يشرفنا في مواعيد الزيارات، بالتواصل طبعا معانا، تمام. وبيدخل بشكل رسمي ويطلع على المكان ويبص على المكان. احنا ما بنمنعش حد خالص ان هو يجي يشوف المكان، لا يا جماعه تعالوا شوفوا، والله هتقعدوا هتتبسطوا، يعني اقعدوا شوفوا الاجواء هتتبسطوا. وتعرفوا فعلا ان احنا بنتكلم، او سمر لما بتتكلم وبتعمل حاجه هي ما بتعملش حاجه غير كل خير، وما بتعملش حاجه هي مش مخبيه حاجه، هي بتتكلم عن كل حاجه من اول بقى مشوارها خالص اللي ربنا الهمها ان هي تصور من اول المشوار لحد النهارده.
علشان لما يطلع واحد حاقد يتكلم، لا احنا معانا دليل، احنا معانا الفيديوز، احنا ارض الواقع بتثبت اننا بنعمل كل خير. شكرا يا جماعه، واسف لو طولت عليكم، والسلام عليكم.